الموظفين والدوائر يستلمون شكاوى وطلبات العملاء بطرق عشوائية على التليفون وعلى الإيميل أو على ورقة مكتوبة بيد العميل ومرت حتى برسالة واتساب. النتيجة الطلبات تضيع بين الأقسام. المدير ما يقدر يعرف إيش قد عنده طلبات متأخرة أو إيش قد زبون ما نرد عليه، والموظف ضايع. هاي المعاملة يمنه. وأنا شنو المطلوب مني بالضبط؟ إني فهد بديوان السيادة الرقمية من دار النظم. واليوم نكمل الصورة، نبني الوجه والصوت الرقمي، يعني صوت العميل يوصل والشركة ترد بذكاء. 6 مواصفات ثورية لنظام التيكت من دار النظم. تذكرة إلكترونية فورية، كل شكوى أو طلب يتحول مباشرة لتذكرة برقم متابعة. توجيه ذكي تلقائي، التذكرة تروح تلقائيا للقسم المختص. ماكو ضياع، إشعارات لحظية أول ما يوصل طلب أو تحديث يوصلك إشعار فوري. شفافية كاملة، العميل يعرف وين وصلت قضيته والموظف يعرف المطلوب من عنده. تقارير دقيقة للإدارة، المدير يقدر يشوف عدد التذاكر، سرعة إنجازها، ونسبة رضا العملاء. تجربة إنسانية محسنة، الردود سريعة محترفة وبأسلوب يحافظ على الثقة والعلاقة. من عقل إلى قلب إلى جسم، واليوم وجه وصوت. دار النظم، السيادة بإيدك. الموظف يرتاح لأنه ماكو ضغط ولا ضياع. المدير يسيطر لأن كل شيء واضح بتقارير، والعميل يثق لأن صوته مسموع. الله معكم.